اهلا وسهلا بكل حبايبي، يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، وجايه النهارده وجايبه لكم معايا مثل شعبي بيقول: كل يوم احسن من اللي قبله. والمثل ده مثل مصري منتشر، بيتقال لما الناس تلاحظ تحسن تدريجي في حياتها، او لما الواحد يحاول يطمن نفسه او غيره انه بكره هيكون احسن من النهارده. والمثل بيعبر عن الامل في التحسن المستمر، وان مهما كانت الظروف صعبة ففي تطور بسيط بيحصل يوم بعد يوم. حتى لو مش ظاهر قوي، الناس بتستخدمه لما يكون في تحسن في الصحة او في الرزق او حتى في المزاج العام. والحكاية النهاردة بتقول: كان في واحد اسمه عم خليل، راجل غلبان وبيشتغل في فرن عيش بلدي، عايش يومه بيوم. وكل ما الناس تسأله عن حاله يقول: الحمد لله، كل يوم أحسن من اللي قبله. الناس كانت تستغرب لأن حاله على حاله، فقير وتعبان، لكن هو كان شايف النعمة في حاجات صغيرة، زي مثلا ايه، النهاردة خبزته طلعت مظبوطة، بكرة ابنه هيجي يزوره، أو مثلا بعد بكرة ممكن يلاقي شغل أحسن. وعدت الأيام وهو عايش في رضا وفي نعمة. وعم خليل فتح فرن خاص بيه، وبقى عنده زباين من كل حتة. وساعتها الناس قالت: عندك حق يا عم خليل، كل يوم كان فعلا أحسن من اللي قبله. والمثل ده بيتقال لما تسأل حد عن أحواله وهو بيتحسن شوية بشوية: عامل ايه؟ يقولك: الحمد لله، كل يوم أحسن من اللي قبله. أو لما تحب تدي طاقة إيجابية لحد مكتئب، ما تزعلش، كل يوم بيعدي أحسن من اللي قبله. وكده الحكاية خلصت يا حبايبي. وعشان رأيكم بيهمني اكتبولي في التعليقات. وفضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.